أهلا وسهلا، نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير في أمان الله. الصحة جيدة وخاصة البسيشيك أو المورال أو الصحة الذهنية، نتمنى إن شاء الله تكون على خير. ما نقولش على ما يرام لأنها ليست على ما يرام. الله يرحم الشهداء في غزة، والله يجعل ربي يصبرهم ويعطيهم القوة. الحمد لله عاودنا ربطنا بهم الاتصال من بعد ما دازت ليلة سوداء، من بعد ما تقطع معهم الاتصال. والله يجعل ربي يقويهم، والله يجعل ربي ينصرهم، والله يجعل ربي يبرد قلوبنا حتى حنا عليهم، لأنه قلوبنا نار نار نار. خاصة أنه كنتوصل بعض الرسائل وكنشوف بعض النساء واللي أنا واحدة منهم ما كنعسوش مزيان، ما كنرتاحوش مزيان، ما كناكلوش مزيان، فبالتالي حتى الأسر ديالنا ما كنرعوهمش مزيان. فهنا غنقول لكم لا، هذا خطأ. بصح ان داكشي كيأثر فينا، ولكن خاصنا نوقفوا على رجلينا، خاصنا نقوموا بالواجبات ديالنا، وخاصة نحن نساء فالمجتمع محتاج لينا، عائلاتنا محتاجين لينا، وولادنا محتاجين لينا. هادشي علاش اليوم نقترح عليكم بعض المقترحات اللي تقدر تحمسكم شي شويه وتنوضوا تجربوها، اللي هما شهيوات او عفوا هما وصفات اللي غيقدروا يعاونوكم طيله الاسبوع. لانه بعض المرات ملي كتكون نفسيه محطمه ما كنبقاوش عارفين حتى شنو نطيبوا، ما كتبقى تجينا شهيه ديال حتى شي حاجه. فانا جيتكم بهذا الفيديو هذا فقط باش نحفزكم ونشارك معكم بعض الوصفات المعتمده اللي هي سهله وبسيطه، ولكن بالاهم من هادشي هذا كله كتجي لذيذه. تبعوا معايا حتى الاخير. الخبز الدار ولا عندي من الضروريات والاساسيات، بحيث انه كنختار نهار واحد في الاسبوع كنعجن فيه العجينه ديال الاسبوع كامل، وكنخليهم على جنب في الثلاجه. كل مره كنجبد وحده وكنسخنها، كنلويهم في منديل وعاد كندير السلوفان. هنا ما بقاوش عندي دوك لي بابي ديال الكوزينه، كنصحكم انكم سواء ديروا بابي ديال الكوزينه اولا ديروا منديل عاد ديروا السلوفان. دابا غادي ندوز باش نشارك معكم وجبه اللي هي عباره عن شهوه شرقيه. هاد الوصفات او هاد السلطات اولا كيتسموا لي ميزي، كيديروهم اللبنانيين السوريين وحتى الاتراك. دونك هنا اول حاجه غادي ندير اللحم ديال الغنمي كيف شفتوا درتو طبعا على مهلو. دونك درتو ما دزت فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، غير الملحه والكمون. غنرافق معاه الخضره سوطي، شديت القرعه كيف كتشوفوا. دونك حكيتها او قطعتها بداك الموس اللي كنجرو به اولا كنقيو به البطاطا اولا يعني الخضر، باش كتكون رقيقه وكتجي لذيذه. انا هذه الطريقه اللي كنقدر ناكل بها القرعه لان ما كتعجبنيش بزاف. صوتيتها مع مليحه وكمون شويه ديال الزبده، خلطت بين الزبده النباتيه والحيوانيه، ومن بعد خرجت الصينيه اللي كانت عندي في الفران كيف شفتوا في الاول. شديت الدنجال شقيته بالموس، قسمته على جوج بيان سور، ودرتو يتشوى في الفران مع فلفله. دونك شديت فلفله نقيتها من بعد ما تشوات في الفران، وحتى الثومه حتى هي طحنتهم مع بعضياتهم مع شي شويه ديال زويته بلديه ومليحه وحطيتهم على جنب. دونك هذه هي السلطه الاولى. ممكن انكم تطحنوا معاها المكسرات كيف درت انا، درت معاها الكركاع. هنا غادي نشد اللوبيا الخضراء حتى هي غنسوطيها بنفس الطريقه. بس غادي ندير به جوج الوصفات، الوصفه الاولى اللي هي فلافل، الوصفه الثانيه اللي هي الحمص مطحون كتجي لذيذه. الوصفه الاولى غنحتاجوا فيها غير الحمص فاسك مسلوق ما طايب ما حتى شي حاجه، قزبر معدنوس كومه الثومه عفوا الملحه الكمون والقزبر هذا الزنجلان الا بغيتو حتى هو زيدوه. وإلا بغيتو انها تجمع لكم بحال هكذا مزيان زيدوا عليها ربيع ديال البصله. طحنوا كلشي وبداو تشكلوا هكذا خبيزات اولا كويرات، من الاحسن خبيزات باش كيدخل فيهم الطياب دغيا دغيا، وغتقلبوهم. هانتوما غتحصلوا على فلافل. هذه اكله شرقيه وبالاخص على ما اظن انها لبنانيه 100%. الفلافل كنرافق معاهم اون صوص اللي هي عباره عن دانون مسوس، كنزيد فيها ديال الحامض قزبر معدنوس شويه الملحه شويه ديال البزار وكنخلط. هنا غادي ندير الحمص مطحون. كيفاش تنديروا له حمص مسلوق كنسلقوا انا مع الثومه، كنطحنوا هو والثومه وشويه الملحه، كنزيد عليه الطحينه. هاد الطحينه غتلقاوها في الحوانت. ومن بعد كنطحن زيت البلديه، وما نساش زيدوا الثلج، وإلا بقى لكم الماء ديال السليق ديال الحمص حتى هو زيدوه باش كتجي شويه خفيفه. هنا كنحطها في الطبسيل ديال التقديم. في الوسط كندير شويه ديال زويته بلديه، وكندير الحمص باش كنزينها. ممكن تزوقوها او تزينوها بالتحميره اولا بالكمون اولا باش ما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار.
بالنسبه للدنجه اللي شويتو في الفران راه طحنتو غير مع الثومه اللي كانت شوات معاه وشويه د الملحه وشويه د الكمون شويه زيت بلديه وكيكون واجد. اما بالنسبه لهاد اللحم هادو لي كوتليت ديال الغنمي كنبدل شي شويه البقري، كنديرهم على نار مهيله، كنقص العافيه كندورها للفوق كاع، كنخلي غير شويه د العافيه وكنحطهم كيف قلت لكم مع الملح والكمون. كياخذوا مني في الطياب تقريبا 4 سوايع ولا 3 سوايع، ولكن كيخرجوا بحال درناهم في الفران. كانت هذه هي الوجبه الاولى الشرقيه، رافقتها مع الديسير درت مع البنان والتفاح مقطع والرمان. بالمناسبه الرمان راه حتى هو ممكن تزوقوا به لانه شفت في الشرق بانهم كيزوقوا به. نتمنى ان هذه الوجبه هذه او هذه الوصفه هذه تعجبكم. ندوزو للوصفه الثانيه. بيان سور انا رافقتها مع العيش، ممكن ترافقوها مع الخبز ولكن من الاحسن مع العيش لان هي ثقيله شويه. من الاحسن ما نزيدوش نتقلوا مع الخبز المغربي ديالنا، نديرو غير العيش فقط. بالنسبه لهاد الوجبات اللي كنشارك معكم هي اقتراح فقط، بعيد عن ما هو هيلثي يعني ما هو صحي او غير صحي، لانه كاين فيها بعض الوصفات اللي هي صحيه 100% وكاين فيها بعض الوصفات اللي ما تقدرش تجي مع الناس اللي كيديروا الريجيم. كذلك بما انه ممكن انكم تعتمدوا عليها في الوجبه ديال الغداء اللي تكون سريعه، وكاين منها اللي ممكن يعني تعتمدوا عليها في الوجبه ديال العشاء. بالنسبه لهاد لي فوندون شوكولا ياسمين اللي تتصيبهم هي اللي عندها لا غوسيت ديالهم، غنرافقوهم مع تورتيه اتاي وبعد المقبلات. هذه ما يسمى بالتورتيه الشماليه، طريقه سهله. كنشدوا البطاطا كنقطعوها مربعات، اما تقليوها اما تدخلوها للفران. من بعد خلطت قزبر معدنوس مع 4 ديال البصله، 2 بيضات، شويه ديال العطريه، وزدت عليهم البطاطا اللي كانت تحمرات، ومن بعد شكلت خبزه غتحمر اللي غتجي على شكل تورتيه، غنحمرها من 2 جهات. ورافقت هادشي كله مع الديسير اللي صايبات لينا ياسمين اتاي اللي دائما عندي معتمد كل ليله، شويه ديال الخيار شويه ديال المطيشه. المهم نقدت راسي بواحد الوجبه اللي كتعجب ولادي وكتعجبني، وكنبدل على داكشي اللي هو تيكون في اغلبيه الاحيان ثقيل، تنعياو منه طاجين او غيرها من هاد الامور. احيانا كتكون تقادات لينا التقديه وما كنعرفوش شنو غادي نوجدو بالنسبه للغدا ولا بالنسبه للعشاء. هنا نصيحتي لكم يكفي انكم غير تنسقوا وتقادوا شي شويه تولوا، والبركه ديال الله دائما ملي تكونوا غتبداو بسم الله ربي كيحضر البركه. فهنا كيف كتشوفوا هذه هي التكستور ديال التورتيه اللي جات لذيذه. الباقي اللي بقى لينا من لي فوندون شوكولا درناهم من بعد لا غد ليه ماشي داك النهار، دونك درناهم رافقناهم مع كلاص، خدينا كلاص كيجيو لذاذين مع لا كلاص، سورتو داك الشكلاط لداخل كيجي صايح فيهم، خاصه النهار الاول فاش كيخرجوا من الفران. رافقتهم مع اتاي وحطينا معاهم شي شويه ديال هاد البليغات ديال الزنجلان، ودرنا عاوتاني كوتي خفيف ظريف. الوجبه الثالثه اللي هما لي بات في الفران بالكريم ديال البيشاميل
وغنرافق معاهم الديسير اللي كان سبق لي صايبته معكم. غير هنا غادي ندير فيه الشكلاط بثلاثه الانواع، شكلاط ابيض، الشكلاط اللي غادي يكون خفيف شي شويه، قهوي شي شويه، والشكلاط الاسود. دونك هنا قسمت الحليب. غترجعوا للفيديوهات السابقه الاخراني واللي قبل منه غتلقاو المقادير بالضبط. دونك هنا كيف كتشوفوا خلطت هادشي كلشي في هاد الكاسرونات، فبالتالي لقيتهم بانهم كيطلقوا واحد الماده خايبه كحله. اضطريت انني نصفيهم ونردهم في الكاسرونه ديال الانوكس. حذاري ردوا بالكم، فهانتوما كيف كتشوفوا كيبانوا نقيطات كحلين. دونك هنا الكاسرونه الاولى درت فيها الكاكاو، 2 المعالق ديال الكاكاو، غنحرك مزيان ونخليهم يغلاو. انساش انه فاش فرقت الحليب في الكاسرونات زدت عليهم المايزينا، راه هي اللي كتخليهم يتقالوا شي شويه. دونك في الاول كنزيد المايزينا مع الحليب بارد، كتعقد شي شويه فوق الماء، فوق عفوا النار. كنزيد عليهم الشوكولات. هنا زدت الشوكولات الابيض. الكاسرونه الاخرى فيها فقط غير البودره ديال الكاكاو. غادي نصب الشوكولات الابيض، غنفرق بينه وبين الشوكولات الاسود بالكوكيز. من الفوق غادي نزيد الطبقه الاولى ديال الشوكولات، عفوا الكاسرونه اللي فيها الكاكاو، وبالتالي من بعد نفس الكاسرونه غنزيد فيها الشوكولات الاسود، وغادي يجي اللون ديالها داكن. غنحصل على 3 ديال الطبقات، ديسير رائع وكيجي زوين. كيف قلت لكم غترجعوا للفيديوهات السابقه غتلقاو لي ديتاي ديال المقادير. من بعد ما تسلقوا لي بات، انا اختاريتهم بالقصد ملولين باش يجيو زوينين في الشكل ديالهم. خديت كاسرونه درت فيها تربيعه ديال الزبده الحيوانيه وشويه ديال الزبده النباتيه، غير فقط باش نقتصد. الا عندكم الزبده الحيوانيه ديروها كلها 100%. شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه حبوب يعني ناشفه، شويه ديال البزار، وخلطت مزيان. كيف كتشوفوا في الاول حمرت الدقيق مع الزبده، خليته حتى يطاب، عاد زدت عليه الحليب تقريبا نص لتر ديال الحليب. من بعد كنزيد عليه الفرماج، كيف كتشوفوا المثلثات ديال الفرماج باش كيعطيو البنه، وزدت عليه الفرماج موتزاريلا والفرماج الحمر معلقه غير هكذا باش كتجي عاقده شويه داك البيشاميل. صبيت المره الاولى لي بات، عاود صبيت عليهم البيشاميل، كنبقى بشويه باش كيتخلطوا مزيان باش ما كيتعجنوش. ومن بعد كندير الطبقه الاولى في الاناء اولا في الطبق اللي غندخلو الفران، كندير عليه الطبقه ديال البيشاميل، الفرماج الموتزاريلا، عاوتاني الطبقه الثانيه ديال لي بات، فروماج موتزاريلا والفرماج حمر، وكندير شويه الزعتر من الفوق ندخل الفران. هكذا كيجي الديسير عباره على 3 ديال الطبقات مشكلين. الطبقه الاولى بالشوكولاط الابيض، من بعد بالكاكاو، والطبقه الثانيه بالشوكولاط الاسود. بالنسبه لي بات بالبيشاميل خرجتهم من الفران جاو لذادين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم. رافقت معاهم اون سالاد، قطعت الخس في زليفات وخليت لا سالاد على جنب باش كل واحد يهز القياس ديالو. كان هذا هو الاقتراح ديال الوجبه الثالثه بالنسبه للعشاء. وعلاش لا الا كنتو زربانين في الغداء وبغيتو ديروها وتشهيتوها. اقتراح ديال الوجبه الاخير، وهذا غيصلح بالنسبه للعشاء: الحريره بالشعريه والحمص. ما عرفتش سبق لكم سمعتوا بها. الحريره السريعه، دونك غادي نشدو مطيشه غنطحنوها وغادي نديروها تشحر مع قزبر معدنوس كرافس. نزيدو عليهم الحمص فازك شي شويه ما يعادل 1 الكويس، نمرقوا بالماء سخون، غنشدو زلافه فيها الماء بارد وغادي نديرو عليها 2 المعالق ديال المايزينا، اما مايزينا اولا دقيق.
انا فضلت المايزينا على الدقيق باش ما يتقلش عليا. دونك درتهم ودورت مزيان بحال كندور الحريره، كنبقى ندور مزيان مزيان، كنزيد معلقه صغيره ديال طوماط كونسونطري ونبقى نحرك مزيان مزيان بحال كندور الحريره. وبالتالي في الاخير كنضيف عليها الشعريه غليظه كتجي لذيذه فحال الحريره. هذا اقتراح لانه بزاف منا كنتشهاو الحريره فكيصعب علينا انه نوجدوها، خاصه كتاخذ معنا وقت طويل. هذه كتوجد ميم با فواحد ربع ساعه، خاصه فيها يعني المقادير اقتصاديه. رافقت مع العشاء كيك بحال البسبوسه درتو رقيق، هو نفس المقادير ديال الكيك غير هي درتها رقيقه. درت عليها ضرب من الفوق وغنزيد عليها التفاح مقطع، وبالتالي غادي نصايب دي ساندويتش ديال الهامبرغر اللي الخبيزات ديالهم كانوا عندي، خديتهم من مرجان كانوا بقاو ليا وخفت انهم يضيعوا، من بعد فكرت ندير بهم دي هامبرغر صغارين فيهم النافع وكيعجبني انا النافع. شديت لي ستيك ديال لادند، درت عليهم مليحه، درت عليهم كامين الكمون عفوا، ودرت عليهم زويته من الفوق وشحرتهم. بالنسبه لهاد الخبيزات باش يجيو زوينين حمرتهم شي شويه اولا بحال سخنتهم وقرمشتهم من الوجه ديالهم، مطيشه البصله والخس، وشديت كل وجه ديال كل همبرغر زدت عليه الموطارد اللي كان عندي في الساشيات لانه ما كانش متواجد عندي. وهنا نبغي نشير واحد القضيه بانه هاد الفيديوهات سجلتهم يعني بكل عفويه، داكشي اللي طيبته هو اللي شاركته معكم، ما كانش عندي الوقت باش نقاد يعني شي حاجه اللي تكون واو. كنتمنى انكم تقبلوا عليا، هادو اقتراحات اللي انا عندي متداولين في الوجبات ديالي، كنتمنى انكم تجربوهم. بالنسبه لا طاخت او البسبوسه اللي صايبتها زدت عليها الشكلاط من الفوق مذوب زوقته بها.